مساء الخير أعزائي المشاهدين. ومن المؤتمر النهاردة لنا لقاء مع الدكتور صلاح حسب الله، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية وعضو اللجنة العامة للمجلس، ونقول رئيس الحزب والنائب الوحيد اللي خاض الانتخابات على مقعد فردي. أهلا وسهلا بحضرتك. واهلا بكل المصريين في امريكا وفي مصر وفي كل حته سامعيننا وشايفيننا يعني. دكتور صلاح، حزب الحرية هو كان عضو في جبهة الإنقاذ، صحيح؟ مظبوط طبعا، يعني الحزب كان من مؤسسين جبهة الإنقاذ، وكنت بشرف ونلت نفس الشرف اللي نالهم كل المصريين اللي خرجوا في مواجهة هذا الحكم المستبد لهذه الجماعة الإرهابية. وحينما أسسنا جبهة الإنقاذ أسسناها لأن شعارنا مش إن في حكم بس مستبد، ان في وطن بكامله بيختطف. الوطن اللي بيختطف ده كان لازم ان احنا نبقى في مقدمه الصفوف مع الشعب المصري كله اللي خرج سائرا وطاردا لهذا الكيان المستبد اللي هو جماعه الاخوان. عشان كده بالفعل يعني احنا كنا بنشرف ان احنا من مؤسسي جبهه الانقاذ مش اعضاء بس. طيب يعني احنا نقول جبهة الإنقاذ اتعملت عشان نخلص من الإخوان، ولا كان ليها أهداف تانية إن هي مثلا تخوض انتخابات رئاسية أو ما شابه؟ لا، جبهة الإنقاذ كان هدفها بالأساس مش الخلاص من الإخوان فقط، بقدر ما هو استعادة وطن زي ما أنا قلت، أو مساهمة في استعادة وطن. لأن جبهة الإنقاذ الأكبر والحقيقة كان كل المصريين اللي خرجوا ومالهم ميادين، لدرجة إن البعض قدرهم بأكثر من 30 مليون. دول كلهم هم جبهة الإنقاذ الحقيقي. إنما مسألة جبهة الإنقاذ لم تسعى للخروج على هذا الحكم وهذا النظام سعيا إلى استبداله بيها، يعني لا، كانت المسألة مختلفة تماما. هي المسألة الأولى استعادة الوطن أولا وأخيرا، وبعد كده من الممكن أن يترشح. يعني في عدد من أعضاء جبهة الإنقاذ هم أعضاء في البرلمان حاليا، بس يعني أعضاء في برلمان وطني، مش برلمان متأخون أو برلمان متأسلم زي البرلمان اللي كان موجود بعد ثورة 25 يناير. إيه مصير جبهة الإنقاذ دلوقتي؟ لا، الأحزاب اللي كانت مشاركة في الجبهة كلها عادت لأماكنها، وكل حزب بعض الأحزاب هذه قادت الانتخابات اللي فاتت ومثلوا في البرلمان والبعض لم يوفق، إنما في الآخر خلاص عادت لتمارس دورها الحزبي ودورها السياسي ودورها التشريعي من خلال البرلمان. إنما خلاص جبهة الإنقاذ أدت دورها وانتهى هذا الدور بعد زوال حكم الإخوان. طيب بالنسبة نقول احنا نتكلم على الأيام دي والدورة ال 71 الجمعية العامة للأمم المتحدة، وجود الرئيس السيسي وحضرتك من الوفد المرافق لسيادته. الموضوع ده ايه السبب انه المرة دي من المرافقين نواب من البرلمان؟ ايه السبب؟ والله هو السبب الرئيسي إجابة على تساؤل طرح على الرئيس السيسي في الدورة 70 اللي هي في سبتمبر 2015، حينما أتى الرئيس والتقى بعدد من قادة الدول ورؤسائها. سئل سؤال مباشر كده: أين البرلمان؟ ويا ترى انتخابات البرلمان اتأخرت ليه؟ ومتى سيكون لمصر برلمان منتخب يمثل إرادة الشعب المصري؟ مرافقة وفد من مجلس النواب للرئيس في الدورة السنة دي هو إجابة مباشرة بقى على السؤال ده. يعني الرئيس بيرد عمليا، ووجود النواب على فكرة هو وجود وانتقال لإرادة الشعب المصري كله مجتمع، لأن هذا البرلمان جاء في انتخابات حرة بإرادة المصريين. فبالتالي وجودنا هنا النهارده هو إجابة على السؤال اللي طرح على الرئيس في أكتر من زيارة، وأبرزها خطابه في الجمعية العامة العام الماضي، إن لا، ها هو البرلمان قد أتى، وها هو البرلمان قد انتخب ومارس دور التشريعي، وأتى مجموعة من نوابه يحضروا معانا في الجمعية العامة للأمم المتحدة. ظهوركم ووجودكم مع الرئيس حسيت بيه هنا، ايه ردود الفعل؟ والله ردود الفعل ان عايز اقول لك ان في كثير من المواعيد اللي بترتب لاعضاء المجلس. احنا عندنا تزاحم غير عادي في برلمانيين من الكونجرس بمجلسيه عايزين يقعدوا بينا وبيلتقوا بينا، في عدد من قيادات الحزبين الرئيسيين في امريكا، الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي، عايزين يقعدوا معانا. في بعض على فكره قاده الحمله الرئاسيه للمرشحين الرئاسيين سواء هيلاري كلينتون او دونالد ترامب عايزين يقعدوا معانا. في بعض البعثات والمشاركه في الجمعيه العامه عايزه تلتقي وفد مجلس النواب. ده اللي يشعرك
باهتمام العالم على فكرة بدولة بحجم مصر. بالنسبة للمؤتمر النهارده، ايه سبب وجود حضرتك النهارده في المؤتمر؟ سبب وجودي اولا ان انا جاي يعني انقل تحية الشعب المصري للمصريين اللي موجودين هنا. عايز اقول لك ان يمكن كثير من المصريين مش مدرك ان اللي موجودين في امريكا، المصريين الموجودين في امريكا وفي كل دول العالم، ربما يكون بعض بيعتقد ان هم مش معنيين بالمشاكل الداخليه لمصر. هم مش ايديهم في النار، هم ايديهم في الميه. انما لا، عايز اقول لك اللي انا شفته من ساعه ما جيت هنا من حماسه المصريين ووطنيه المصريين، واندفاعهم للاستقبال رئيسهم وحرصهم على احاطه الرئيس بمشاعر الود والمحبه والتأييد، واستقبال وفد مجلس النواب بهذا الشكل، وحرصهم على تنظيم النهارده هنا من خلال الهيئه القبطيه الامريكيه، الهيئه القبطيه المصريه، ان هم ينظموا مؤتمر لدعم الاقتصاد المصري ودعم السياحه المصريه. هذا الحرص لا تستطيع ان تفسريه الا بوطنيه طاغيه. لذلك يمكن كان اول ما فرض عليا ان انا اجي هنا واحضر للمؤتمر دوت، ان انا اوجه لكل الموجودين المصريين، وده هيبقى عبر كلمتي في المؤتمر، تحيه واعزاز وتقدير للدور والوطنيه اللي هم بيقدموها. يعني عايز اقول لكم ربما يكون شفت ناس هنا من المصريين مهمومين بقضايا مصر الداخليه اكتر من اللي عايشين جواها، رغم ان هي ربما تكون ما تلمس معاهم على طول وما يحسوش بيها على طول وما يتاثروش بيها على طول. ده رقم واحد. رقم اتنين، ان احنا عايزين بقى نبدا نفكر مع بعض ايه هي الاليه اللي يستخدمها المصريين هنا من خلال وجودهم في كذا مكان في الولايات المتحده وفي كذا ولايه وفي كذا مؤسسه، ان ازاي نستفيد من وجودهم دوت لدعم مصر بالفعل، الترويج لعوده السياحه لمصر، ازاي تبقى مصر قبله سياحيه حقيقيه للعالم الخارجي. طبعا احنا محتاجين على فكره في الوقت ده كل دولار يجي مصر هو على فكره بيساوي اكتر، مش عايز اقول لك مثلا رغيف عيش ولا فرصه عمل ولا وجبه المصري، لا دي يعني بتبقى انتعاشه للاقتصاد المصري اللي بتشعري وبيشعر المصريين بالداخل وبالخارج ان هو محاصر من بعض الدول ومن بعض الاجهزه الاستخباراتيه اللي عايزه فعلا تقيد الدوله المصريه وتركع الدوله المصريه. مستشار محمد سليم، عضو مجلس النواب عن أسوان، وأهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك، اهلا بيك يا فندم. منور أمريكا. منوره بيكم يا فندم. حضرتك جاي بصفة رسمية ولا في الوفد الشعبي؟ والله انا في الوفد الشعبي اللي جاي لتدعيم السيد الرئيس، ومعظم اللي جايين عن حب وعن قناعه وعن تفاني من اجل الرئيس عبد الفتاح السيسي. جاي اللجنة اللي هي الشعبية، انتوا جايين على حسابكم؟ طبعا ما حدش فينا هيبقى، انا شخصيا جاي على حسابي الخاص، وانا بطالب ان اي حاجه يبقى فيها دعم او مبادره يبقى كل واحد كده من نفسه على حسابه الخاص، ودي حاجه عشان ما نستفزش الناس. بالظبط، عشان ما نخلقش جو من التوتر ومشاعر ضد الناس. صحيح. دي وجهه نظري انا الشخصيه، وانا حريص على اني انا بطبق على نفسي كده. انا جاي عايز ادعم، باجي انا على نفقتي الخاصه، عشان التصرفات دي عملت بين الشعب في الفترات السابقه نوع من الشحن المعنوي اللي ملوش لازمه. ايه لازمه وفد يبقى مكون من 30 ولا 40؟ والبلد مثلا في ناس مش بالظبط انا مع حضرتك، وانا بدعو يعني جميع الناس المخلصين للوطن ان يفكروا في كده. كفايه الوضع عندنا ما يتحملش ان احنا اللي عاوز يعني يعمل مجامله يعملها من جيبه الخاص. دي وجهه النظر. بتحضر اي لقاءات هنا مع يعني مسؤولين امريكان كذا؟ والله انا شايف اللقاء بتاع النهارده اللي عملوه لقاء مثمر ولقاء كويس، وشايف الدور ده مش غريب على الاخوه الاقباط، لان انا جيت المره اللي فاتت وشفت دورهم برضه كان بارز قد ايه في الدعم عند الامم المتحده. فانا شايف ان اللقاءات هيبقى فيها تشاور كتيره وبتطلع مثمره في الاخر. يعني حضرتك متفائل ان اللقاء بتاع النهارده ممكن يكون له نتيجه؟ ده اكيد لان اللقاء في ناس مستثمرين، في رجال اعمال اتكلمت، معظمهم من عندنا من الصعيد ومعظمهم من عندنا من مصر،
فحاسين بالظروف وعارفينها كويس مستشار وبيتعاملوا جمال على جمعة هذا الواقع. ممثل الجالية المصرية بالكويت، وأهلا وسهلا بحضرتك، مساء الخير. اهلا بيك يا فندم، مساء الخير. قول لي ايه اللي جاب ممثل الجالية المصرية بالكويت لأمريكا؟ اولا الجاليه المصريه في الكويت تعدادها يفوق 600 الف مصري بالكويت، والجاليه المصريه في الكويت هي من اكبر الجاليات اللي قامت بدعم رئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات. والجاليه المصريه في الكويت فيها مجموعه رجال اعمال محترمين يهمهم دعم الاقتصاد المصري. احنا في احلك الظروف اللي بتمر فيها كانت بلدنا، كنا وما زلنا بنحول استثماراتنا ونستثمر في بلدنا مصر. الحقيقه احنا جايين هنا عشان نقول نعم للحكم بتاع الرئيس عبد الفتاح السيسي ودعمه، ليس على اساس احنا كلنا مصريين اقباط مسلمين، لا عوده للحكم على اساس ديني. الحكم على اساس ديني هيكون على دماء كل المصريين مسلمين قبل مسيحيين، مفيش حد، كلنا نعرف الله، لان الشعوب التي تقدمت هي الشعوب والدول التي تقدمت التي انحصر فيها الدين في القلوب. الدين علاقة بين الإنسان وربه، بين الإنسان وربه، كلنا نعرف ربنا، ومصر هي مهد الأديان. أكتر شعب يعرف ربنا هو الشعب المصري. مصر دولة عريقة، مصر دولة قديمة، مصر باعتراف نائب رئيس الاستخبارات الأمريكية من يومين إن مصر أقدم تاريخ ودولة من القدم. إحنا جايين هنا عايزين ونأمل بندعم مبادرة الرئيس، بندعم وجوده. احنا ما بنقفش مطبلطية ورا الرئيس عبد الفتاح السيسي. الرئيس عبد الفتاح السيسي وقف وقال تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. احنا بندعم مصر في شكل الرئيس عبد الفتاح السيسي. احنا بنرجو من كل الناس اللي موجودين في امريكا، في الكويت، في الخليج، في الامارات، في السعوديه، كلهم يقفوا لدعم الاقتصاد المصري. دعم مصر ونهضه مصر هو حياه اخرى لاولادنا، هو استمرار لحياه اولادنا. لما يبقى الدعم ممزوج بحركه، يعني زي ما حضرتك بتدعم الاقتصاد، بتعمل حاجه، لكن لما يبقى الدعم بق كده، معلش سوري، هو ده اللي بقى باسمه ايه؟ التطبيع. يعني بيبقى في ناس، انا بتكلم عن الناس المقتدره، نعم. واللي تقدر تدعم بلدها واللي تقدر تستثمر في بلدها، وما بناخدش منها غير كلام. مصادر الدخل في مصر من اهم مصادرها هي تحويلات المصريين في الخارج. تحويلاتهم يعني ايه؟ يعني تحويل مدخراتهم لبلدهم واستثمارها، ونسبه الارباح في مصر عاليه. لكن احنا محتاجين ايضا، بناشد اللي هو قانون الاستثمار تعديله ينتهي بسرعه، مساعده المستثمر الاجنبي واعطائه، خدت بالك، الامان في ان ممكن يرجع فلوسه ويخرج فلوسه في اي وقت. ده محتاج ان المصري اللي زينا يوضح له الكلام ده ويوضح الصوره، لان في قوى مضاده بتحاول تهدم خارج مصر وتقول ان لا ده مصر مناخ غير مناسب للاستثمار. لا، مصر مناخ مناسب للاستثمار اذا كل المصريين اذا كلنا في ايه في البرنامج بتاع حضرتك اليومين اللي جايه؟ احنا بكره هنكون طبعا باذن الله اذا ربنا ادانا عمر، خدت بالك، هنكون واقفين طبعا كلنا امام الجمعيه العامه للامم المتحده على اساس ندعم مبادره السيد الرئيس، اللي احنا بنتمنى صلح حقيقي بيننا ما بين الولايات المتحده الامريكيه، ليس على سبيل المجامله السياسيه، ولكن على من بين الدولتين. مصر دوله لا غنى عنها، امريكا دوله هي رائده التكنولوجيا في العالم، رائده الصناعه في العالم، ما فيش شك، واحنا دوله محوريه. مصر اثبتت انها دوله يعني رقم واحد في مكافحه الارهاب. رقم واحد. انا بتكلم هنا من قلب امريكا. الولايات المتحده الامريكيه لا تستطيع بمفردها مكافحه الارهاب على مستوى العالم. ايضا الولايات المتحده الامريكيه دوله رائده التكنولوجيا، رائده الصناعه، لا تقوم امه بدون صناعه. الدول تقوم بالديمقراطيه والحريات والصناعه. احنا محتاجين بلدنا تطور الصناعه، محتاجين نصنع. المستشار نجيب جبرائيل، رئيس الاتحاد المصري لحقوق الانسان وسفير النوايا الحسنه. تمام كده؟ اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيكي. منور. الله يخليكي، ده القناه المنوره وسعداء بيكم يعني. قول لي يا باشمهندس، انت جاي ضمن الوفد الشعبي ولا الرسمي؟ انا جاي من الاثنين، انا جاي بمثل رئيس منظمه حقوقيه مع السيد الرئيس، يعني لدعم السيد الرئيس، وجاي برضه مشارك في الوفد اللي هو بيدعم الرئيس في اثناء كلمته غدا ان شاء الله امام الجمعيه العامه للامم المتحده في دورتها ال 71. بتدعمه ازاي؟ بندعمه لان الحقيقه هناك البعض بيرى ان
ما كان يجب ان يخرج المصريون وخاصه في امريكا لدعم الرئيس، وخاصه الاقباط بعد ما حصل ليهم بعض الامور، خاصه في قانون بناء دور العباده الموحد، وايضا الاعتداءات على الكنائس في المنيا وغيره. وقلنا لا، هذه الخلافات يمكن ان تحل داخل مصر، لننسى خلافاتنا، لننسى مذهبيتنا، ننسى يعني اي ائتلافات حزبيه، اي انتماءات دينيه او حزبيه. واحنا بكره كلنا مصريين واقفين ورا الرئيس بنقول له سيادة الرئيس، وانت بتتحدث عن مصر امس غدا، وتتحدث عن المشكله الاقتصاديه، وتتحدث كيف واجهت مصر الارهاب. هناك ظهير شعبي بيؤيدك حتى يرى العالم، ومنهم الولايات المتحده الامريكيه التي كثيرا ما يلتجئ اليها جماعه الاخوان لتؤيدهم، يروا ان المصريون في كل مكان هم مصريون، هم وطنيون، هم يدعمون رئيسهم، هم ايضا الذين خرجوا من 30/6 2013 بالملايين، ويوم 25 يناير ايضا ليؤكدوا للعالم ان ما قامت به مصر هو ثوره شعبيه وليس انقلابا كما يزعم البعض. حدث هنا الشهر الماضي ان غضب من بعض الاقباط او المسيحيين، لان احنا كلنا قبط طبعا، حصل غضب ايام الاحداث بتاعه المنيا، وكان خرجوا راحوا وقفوا قدام البيت الابيض وما الى ذلك. راي حضرتك ايه كان في الله؟ من حق المصريين في مصر والاقباط في امريكا وفي كل مكان ان يغضبوا. كنيسهم تتحرق، كنيسهم تتهد، اعتداءات بالجمله، عقاب جماعي، تهجير قسري، من حقهم تماما. لكن أن لنا أرفضه أن يتم الوقوف أمام البيت الأبيض. ماذا فعلت أمريكا لأقباط مصر حينما حرقت 107 كنيسة؟ ماذا فعلت أمريكا حينما هجر الأقباط؟ لكن عايز أقول كنا نأمل أن يقفوا أمام السفارة المصرية في واشنطن أو في القنصلية المصرية في نيويورك أو في أي مكان وفي أي ميدان عام، لكن كل هم نرفضه أن يقفوا أمام البيت الأبيض، لأن إحنا يعني أمريكا تعمل إيه وعملت إيه؟ طيب قول لي اليومين اللي جايين عندك إيه؟ الحقيقه انا هجتمع مع بعض المنظمات الحقوقيه الامريكيه، واخده فكره مخطئه ومغلوطه من قبل الاخوان، ان هناك اعتقالات عشوائيه في السجون، ان هناك تعذيب للاخوان في السجون، ان هناك قيد للحريات. ده كله ما بيحصلش. انا رئيس منظمه حقوق الانسان، زرت معظم السجون ولم اجد ايه شكوى الاخوان. انا كنت هسالك شكوى الاخوان ان هم ما فيش ما بيتريضوش، يعني ما بيخرجوش اللي يلعبوا رياضه في وقت كافي، ما بتجيلهمش الجرائد في وقت منتظم، معاهم تلفزيون ابيض واسود. هو دي شكوى؟ مفيش اي تعذيب خالص نهائي، مفيش اي كبت للحريات خالص نهائي، وبيقولوا زي هم اللي عايزينهم. وحتى في المحاكم لما بيحاكموا بيجيبوا من اكفأ المحامين. لا فالنهارده انا هجتمع او يعني في لقاءات مع مجموعه من الشخصيات الامريكيه ماسكه المنظمات الحقوقيه، وخاصه هيومن رايتس ووتش والعفو الدوليه، عشان الحقيقه واخدين فكره خاطئه جدا. وكل مره يطلعوا لنا تقاريرهم مصدرهم من الاخوان. هم ما شافوش ال 107 كنيسه اتحرقت، ما شافوش المسيحيين اللي اتبهدلوا، ما شافوش الشهداء من الجيش والشرطه اللي كل يوم يسقط نص شهداء بقى مع سياده النائبه الاستاذه ناديه هنري، رئيسه او عضو اللجنه الاقتصاديه. يا رب تبقى خلاص هي طلعت من بق رئيسه اللجنه الاقتصاديه وما يجي لها الا ستاتها اصلا. مساء الخير واهلا بحضرتك. مساء النور، اهلا بيكي. قولي لي بقى، جايه ضمن الوفد الرسمي ولا الشعبي؟ لا، انا مش جايه ضمن الوفد الرسمي، انا جايه في اجازه وتصادفت ميعاد الاجازه مع ميعاد زياره الرئيس، وبالتالي انا قلت طيب انا وانا موجوده هنا اقطع الاجازه لمده اسبوع 10 ايام لمحاوله مقابله مع الجاليه المصريه. فعملت حوالي 3-4 لقاءات لغايه دلوقتي، ده خامسهم يعتبر، بصوره ان احنا نتكلم عن مصر ونتكلم ونسمع الجالية المصرية شايفة مصر ازاي، لانه مع وجود اعلام مغاير جدا عن الحقيقة اللي بتحصل في مصر بيبقى في بعض من المصريين اللي بيبقوا قلقانين او خايفين او غير راضيين عن الاوضاع اللي حصلت في مصر. وده من خلال الحوار تم مناقشة مواضيع كتير قوي، وابتدينا نحط ايدينا على ازاي نكون بينا من بعض في قنوات اتصال، وازاي المواطن المصري يكون بيدعم مصر من خلال حاجات كتير قوي يقدر وهو هنا يدعم مصر، لانه المصري مهما بيبعد
مصر في قلبه. انا كنت شايفه ان في حوارات دايره كتير على يعني حوارات جانبيه كتير قوي، الناس بتتبادل طرق التواصل، بتتكلم في مشاريع وهكذا. ايه الفايده اللي طلعتي بيها مثلا من اللقاءات دي؟ قابلت كتير قوي من المصريين اللي عندهم استعداد للاستثمار في مصر، ولكن عندهم بعض القلق والمشاكل تجاه الإجراءات التنظيمية والقوانين الاستثمار. وده يعني خلاني أحط إنه مهم جدا زي ما بنكلم المستثمر الأجنبي، من باب الأولى إن احنا نكون بنكلم المصري الخارج مصر، لأنه في كتير قوي من المصريين عايزين يرجعوا مصر، عايزين يرجعوا سواء للاستثمار فعليا بفتح مشاريع أو بالعودة والاستقرار في مصر. في مصر عندنا توغل للفساد الإداري، لكن بنقول احنا في مرحلة من حلحلة هذا الفساد الإداري. هذا الفساد الإداري بقى في المكون الثقافي، بقى حاجة كده بتشميها ده في الهواء، ده الهواء من كتر ما قعدت سنين وسنين. فبقول قليل من الوقت لكثير من البناء. إن شاء الله هنقدر مع الصبر، إن شاء الله هتلاقوا في تغيير يمكن لا يلاحظ فرادة، ولكن مع الوقت هتبتدي تحسي إن هناك فرق خصوصا في المواجهة. يعني مصر دلوقتي بتراقب، يعني حصل مؤخرا رقابة على شركة من شركات المحمول اللي حطت أسعار أكتر من لازم، وده يعني لسه قانون نازل وحصل استغلال للقانون بطريقة خاطئة، لكن الرقابة على طول كانت صحية، وده حاجة تدل على أن هناك ابتدينا في الرقابة. في أماكن كتيرة ابتدت تتعامل مع المواطن وتحترم وقته وتحترم طريقته، وفي أماكن لسه لم تاخد الخطوات الجد. لكن اللي احنا بنؤكده ان احنا عندنا ثورة تكنولوجية قادمة، بحيث ان احنا نوصل الى ميكنة كل خطوات وكل ميكنة كل الاجراءات، بحيث انه نقلل من الوقت المهدر في الطرق، انك تنزلي نقلل من المرور وزحمة المرور، بالظبط نريح المواطن. يعني ابتدى يبقى في تغيير في نظرة الحكومة للمواطن، انها من اجل راحة المواطن مش من اجل عذاب المواطن. ففي تغيير حاصل حتى في رؤية الحكومة للمواطنين. الناس ممكن امتى تحس بالتغيير ده يبقى ملموس اكتر؟ أنا أعتقد هي العملية أصلها عاملة زي الأواني المستطرقة. يعني حضرتك لما بتبقي مرتاحة بتبقي يعني تقبلك للانتظار وتقبلك للإجراءات يعني أهدى من لما تبقي تعبانة. فبالتالي هي لما ينتعش الاقتصاد ولما تبتدي تحسي انه في راحة مع المواطن المصري، هتلاقيه بيؤدي عمله بأكثر كفاءة وأكثر راحة. هي عملية يعني حاجة بتكمل حاجة. فإحنا في الخطوات دي سيطرنا على الناحية الأمنية، وبالتالي ابتدى يطلع خطوات جادة ناحية الاقتصاد، وخطوات جادة ناحية الحماية المجتمعية، وخطوات جادة ناحية العدالة الاجتماعية. ده كله مع بعضه هتكمل الحلقة كلها، وهنبتدي نحس إن شاء الله في القريب العاجل. أنت شايفة إنه الرئيس السيسي يقفز، يعني بيمشي بسرعة البرق، فده بيخلينا كلنا، حتى إحنا مش متعودين نمشي كده يعني. لكن وانت شايفة كمان لسه أداء الحكومة مش قادر يوصل حتى لما وصل إليه الرئيس، لكن أكيد كلنا هنكمل وراه. يعني مع نهاية الفترة الأولى للرئيس هنشوف حاجة ملموسة؟ احنا حاليا شايفين حاجات ملموسة بنص الفترة بتاعت الرئيس. ما نراه من بنية تحتية يعني المواطن العادي ما نراه برضو بالنسبة للمواطن العادي، ووصول الحماية المجتمعية للمواطن والبسطاء واضح.
ما نراه من مشاريع كتيرة واضحة، لكن نقدر نقول انه سوف تكلل الفترة النهائية لفترة الرئيس بالاستثمار وبالنجاح الاقتصادي وبالشغل على الطاقة. مصر في خطها في عم تعمل ثورة في الصناعة من جهة الطاقة والتعدين. عندنا مشروع كبير قوي اسمه المثلث الذهبي بتاع قنا وسفاجة والقصير. عندنا مشروع بتاع محور تنمية قناة السويس. عندنا مشاريع بتاعة الطرق موضوع محور قناة السويس، لأنه الناس بعض الناس أنا على يعني حد علمي إنه بيقام الآن مشاريع أنفاق وكباري ومطارات وما إلى حاجات اللي هي تخدم المنطقة دي عشان بعد كده مؤهلة للاستثمار. ماذا تم في الموضوع ده؟ الفترة القريبة اللي فاتت دي على طول زار مصر وفد أمريكاني من 160 تقريبا فرد، من تقريبا 66 شركة من الشركات الكبرى اللي حجم تعاملاتها تفوق 3 تريليون دولار، لمدى اهتمامهم بمحور قناة السويس. لأنه هو ده الخطوات القادمة. وأعتقد أنه أمريكا بالذات بتنظر إلى محور قناة السويس على أنه المنطقة الاستثمارية اللي هتضخ فيها الفترة القادمة. فأنا دايما بتكلم أنه هناك إعلام وإعلام مغلوط، لكن ده كان على أرض الواقع الفترة اللي فاتت. وأمس وأول أمس كان في مؤتمر اقتصادي في مصر في شرم الشيخ، حضروا الكثير وتم فيه بروتوكولات واتفاقيات على مشاريع ضخمة جدا. والحكومة عرضت 3 مشاريع عملاقة، وعرضت فوق أكثر من 19 مشروع يفوق الواحد فيهم 20 مليار دولار. يعني كان في عرض المشاريع كثيرة وكان في تجاوب من شركات كثيرة. وزي ما قلت النهاردة إن مصر ابتدت من أخذ المنح إلى الشراكة الدولية، خصوصا الشراكة بين مصر الشراكة الخليجية، وده هو اللي موجود على أرض الواقع في الوقت الحالي. طيب ليه الدولار ليه ارتفع بالشكل ده؟ ارتفاع الدولار جه يعني هناك من يقول انه غياب الدولار لعدم المصادر الدولارية زي السياحة. هناك يعني الأحداث اللي بتحصل في المنطقة السياسية تؤثر بشكل مباشر وشكل غير مباشر على الاقتصاد المصري خصوصا على الدولار. غياب تحول وصول التحويلات اللي هي بتأتي لمصر من أولادنا بالخارج قلت كثيرا. غياب السياحة، غياب التجارة العالمية، طبعا غياب التجارة والنقل، الاقتصاد العالمي كله، وبالأخص ما حدث في السياحة نتيجة لبعض العمليات سواء اللي هي الإرهابية اللي تمت زي طيارة روسيا وغيره، أدى إلى يعني المنطقة تكاد منطقة خطر. فبرضو أمنيا كان هناك مشكلة، لكن في دلوقتي ابتدت تتحل. ده طبعا أثر على الدولار، على عدم وجود عرض للدولار، بجانب استخدام بعض المافيا الاستيراد والتصدير، مستوردين بالذات، لمحاولة وضع مصر في المواقف الحرجة، محاولات الضغط على عودة الإخوان مرة أخرى إلى الحياة السياسية في مصر. كل دي عوامل مؤثرة على وجود الدولار وانخفاض قيمة الجنيه المصري. ده مع المهندس طارق سليمان. اهلا وسهلا بحضرتك، رجل اعمال ومصري ومهموم جدا بقضايا الوطن. مساء الخير يا باشمهندس. اهلا وسهلا بيكي، وطبعا انا سعيد بلقائك وسعيد بمجهوداتك الكبيره اللي انت بتعمليها بصراحه. فدي حاجه جميله وشرف لمصر وشرف انا عندي فكره جميله قوي في راسي. تملي بقول يعني مثلا قالوا هنعمل عاصمه جديده. جميله؟ لا مش جميله. ليه مش جميله؟ العاصمه الجديده بتخلي الناس تروح تسكن
قالوا ما نبعدهاش قوي لان ما حدش هيروح، على بعد 50 كيلو ماشي. هيحصل كالاتي، الناس هتروح تسكن فيها وتنزل تشتغل في القاهره. عملنا ايه؟ زياده سكان نازله وزياده. وجهة نظرك ايه بقى؟ انا رايي ما نعملش كده، نعمل مصنع كبير زي مصنع سيارات. المصنع ده لو اتعمل هشغل مثلا كذا ألف عامل، لازم ابني له كذا ألف وحده سكنيه. الكذا ألف وحده سكنيه محتاجه مدرسه، هبني لهم مدرسه. محتاجه جمعيه استهلاكيه، هبني لهم. محتاجه طبيب. هم قالوا هيكون فيها مساجد، هتبقى عاصمه اداريه يعني فيها مصالح وحاجات. الكلام ده صحيح، هيبقى فيها مصالح وحاجات. تفتكري ان الوزراء والحاجات لو نقلوها هناك هيروحوا؟ هيسكنوا في مصر برضك، هيسكنوا في القاهره. ولادهم في القاهره، ولادهم في مدارس خاصه في القاهره، هيجوا يشتغلوا وينزلوا تاني. كمان في حل تاني كان يعني انا بيتهيألي يعني افضل انه ما يبقاش في تركيز في العاصمه، في ان تبقى كل المصالح وكل الوزارات في مدينه واحده يعني. انت عايزه تنقلي السكان، طب ما ننقلهم ببناء مصنع. المصنع هينقلهم زي المحله الكبرى، غزل المحله نقل السكان للمحله. فاذا انت لما هتبني لي المصنع مدن صناعيه يعني موضوع صناعيا، انت هتطور الصناعه، هتشغل عماله، المصنع هيجيب لك ايرادات. لو عمل مصنع سيارات بس من A to Z، وده كنا من زمان نقدر نعمله، هتعمله، هيجيب لك السكان، هيجيب لك الطائفه. مدير الشركه لما هيلاقي نفسه كده في المصنع شغال لازم هيسكن جنبه، يعمل له فيلا جنبه، فهيضطر ساكن هنا، اولاده هيجيبهم جنبه. انما لما انت تسكنني هناك شغلي وفيلتي في مصر والساحل الشمالي واولادي في مدارس خاصه في مصر، هنزل. انما لو ربطت المصنع بيجيب سكانه وبيجيب يعني مصنعين 3 جنب بعض وخدمات، عايز حاجات كتيره. فدي الفكره اللي انا يعني حبيتها ان انت لو عملت حاجه زي دي، اولا بلاش. والمصنع تعمله ازاي؟ لو ما فيش فلوس، لا اعمل شهادات زي ما بنيت القناه، نبنيها بشهادات زي تجيب مليارات. اعمل اسهم هنا للناس الامريكان، اسهم، كل واحد يشتري اسهم، بحيث ان انا مش بساعد بدي فلوس وبس، لا ده انا بستثمر. مشاريع مثلا تكون جاهزه، البلد محتاجاها صغيره والناس فدي افكار جميله، ابداها كده. يعني أنا لو يبداوها كده، اولا عملنا مصانع بدل الصحراء اللي موجوده، نعمل فيها مصانع، نشغل ناس، استثمار بيكون ممكن اغلبه اجنبي، تعمل لي شهادات استثمار هناك، هتشارك. ابني لمينا 60 مليار في بناء القناه، يبقى نقدر نبني 60 مليار زيهم من المصنع. ولو نجح وجاب فلوس، وطبعا لازم ينجح لو انت عملت عربيات والدوله تضمنها، فانت بتعمل لي حاجه. انا مش هخاف كمستثمر يقول لي استثمر في مشروع صغير، ايش ضمن ينجح ولا يخسر. انما لما يكون مشروع كبير والدوله عاملاه، انا بضمن مشروع قومي وقوي. فاذا ده يساعد البلد، بيساعدني انا هنا بستثمر وانا مطمن ان الدوله متبنياه. جبنا الفلوس من بره، مش محتاج تدفع الفلوس. دي فكره جميله، يا ريت. ومعانا المهندس شفيق بطرس، رئيس التجمع القبطي بشيكاغو، نائب رئيس التجمع القبطي بشيكاغو. واهلا وسهلا بحضرتك، ونورت نيويورك. اهلا بحضرتك، ومنوره بوجودكم، ومنوره بالرئيس. يعني كلمه التجمع القبطي او العقل بيروح على طول انه تجمع مسيحي. لا، احنا تجمع مصري صرف. حتى كان في اقتراح بعد ثورة 30 يونيو، اقتراح، وكان اقتراح احنا بنناقشه، واللي هو نسميه التجمع المصري الامريكي. بس اكتشفنا ان في هيئة اسمها التجمع المصري الامريكي، فطبعا كان هيبقى في كونفيوزنج. فهو ده اللي اخرنا فقط، يعني ان هو في ناس كانت واخده الاسم ده. نشاطاتكم كلها سياسية مثلا، ولا هي فيها جزء اجتماعي ثقافي كذا؟ ثقافية، اجتماعية. طبعا اجتماعية على اساس ان احنا بنساعد العائلات اللي جاية جديد، من القادمون الجدد طبعا على اي يعني ما فيش طائفية في الموضوع دوت. اللي بنجتمع مع يمكن اسبوعيا
مع الموجودين اللي هم زي رؤساء احياء او حاجه زي كده، نعرف منهم مين اللي جاي جديد، وناخد، احنا مش بندي حاجه، بناخد من الناس نفسها. يعني اللي عنده مثلا اوضه نوم مش عايزها، مش عارف، وهكذا، فرنتشر، حاجات زي كده، فبندي الاوبورتونيتيز للناس اللي جايه جديد، مش ساعدوا في الوظائف والكلام ده. بالظبط، طبعا بنساعدهم في الوظائف. مقر لينا مقر في شيكاغو، مقر موجود طبعا ومن زمان. حاجة تاني، على اتصال مستديم بالأحداث في مصر، أي حدث بيحصل على يعني اتصال بيهم، سياسي، حدث اجتماعي، حدث طائفي، برضو بنقف ونهدي الناس. يعني احنا كمجموعه مصريين ما لهمش حل كالعاده، عاملين قاعده، واحد كان لسه بيقول لنا مصطبه، هي فعلا حاجه شبه المصطبه. معانا مجموعه جميله من المصريين، والعمده، هنبدا بالعمده، المهندس ماجد نور، دكتوره هاله سالم، الشاب الجميل مينا، نرمين، استاذ مجدي، استاذ عاطف، دكتور ايهاب، دكتور امير، استاذ حسين، مجموعه جميله من المصريين. كان قائم على مساعدة بلدنا مصر، مؤتمر اقتصادي، حصل لقاء بين أعضاء مجلس النواب اللي حضروا حوالي حاجة 20 واحد النهاردة، وبين المصريين، وحصل تفاعل بينهم، شرحوا لنا ايه اللي بيحصل وايه القوانين الجديدة وايه القوانين المفروض انهم شغالين فيها، واحنا شرحنا لهم مشاكلنا، واخد بالك. وهو ده الهدف من هذا اللقاء، يعني بصرف النظر عن اي حواديت تانية احنا ملناش فيها. يعني طبعا كان مثمر، بس هي الفكره كلها ان احنا ما كناش عارفين ان العدد الكبير ده جاي. احنا كان كل الفكره كلها في بدايه المؤتمر ان المؤتمر اقتصادي هيحضروا عماد جاد والابراشي وانتهى الموضوع على كده. فوجئنا بان العنصريه بتختارنا ان في 26 او 27 عضو مجلس الشعب جاي لنا في الطريق، فده كان طبعا مفاجاه وما كانش معد له، لكن الحمد لله تداركناه وقعدنا مع الناس وتناقشنا معاهم، وزي ما انتم اليوم يوم كان كويس، يوم مصري حلو، احنا كمصريين بيجمعنا الحب كلنا، فاحنا يعني كان يوم مصري لطيف. شكرا. دكتوره هاله. مساء الخير طبعا على كل الموجودين. انا بالنسبه لي طبعا معلش صوتي رايح عشان امبارح كنت بهتف بصوت عالي وبقول تحيا مصر. ناس عجبها ان انا عملت ده، وفي ناس ما عجبهاش. للناس اللي ما عجبهمش عايزه اقول لهم يعني ناقشني الكلمه بالكلمه، لان الكلمه نور وبعد الكلمات قبور. النهارده انا سعيد جدا اني بسمع الاراء ديت، عشان انا السنه اللي فاتت بعد زياره الرئيس السيسي لنيويورك كتبت منشط بيقول ان الجاليه زادت تفرقا. فالسنه دي احنا تفرقنا خالص، ما عدناش جاليه، احنا الناس دلوقتي بتتفرج علينا، احنا الناس بتتفرج علينا وبتضحك علينا، احنا كل 5 6 مختلفين مع الخمسة 6 التانيين. تمام. انا هدي بس معلومه بسيطه، ما اقصدش بيها الرئيس السيسي ولا بقصد بيها مصر او كلام من، بس في العيد ال50 للامم المتحده كان جه اللي هو رئيس فيدل كاسترو زياره لنيويورك هنا، فقابله عمده نيويورك قال له في منطقه في نيويورك في برانكس كلهم معارضين ليك، فاحنا مش هنقدر نامن يعني نعمل الحمايه الكامله ليك في المنطقه ديت، فنرجوك ما تروحش هناك. فكان رد فيدل كاسترو ان انا مش رايح غير المنطقه دي ولوحدي. فلما راح هناك المعارضين شالوه وهتفوا بيه وبسلامته وكلام من ده. فدي كان نقطه. انا طبعا دي نقطه من الكلام ده مش هيعجب حد، ومش بطالب الرئيس السيسي انه يعمل كده. انا مش بطالب الرئيس، بس ده حصلت في العيد ال50 للامم المتحده. انا كنت عايز اقول حاجه، احنا عايزين نبطل تفرقه. انا كان نفسي ان كل المعارضين. سؤال بقى بصراحه. اتفضلي. مع المصالحه؟ انا مع مصالحه المصالحه مع الاخوان اقصد. انا بص، انا مصالحه المصريين، انا ماليش دعوه بالطابع الاخوان. اصل انا عايز اسال سؤال ثاني، بس نقطه صغيره، انا ماليش دعوه بالاخوان دلوقتي. لابد ان نفرق ما
من يده ملوثه بالدماء طبعا يده ملوثه برافو عليك برافو عليك. من يده ملوثه بالدماء لازم يعدم. مش عايز اتكلم ان هو مثلا مجموعه الاخوان، طب ومجموعه 6 ابريل ومجموعه شباب ثوره 25 يناير والشباب الاشتراكيين الثوريين والليبراليين. ده احنا في مصر مين دلوقتي اللي هو مش متصالح مع حد؟ مين هم؟ هم كلهم الاخوان دول حاجه بسيطه يعني. الاخوان والليبراليين والشيوعيين كله اتفق على حاجه واحده. يعني جه الرئيس السيسي عمل مبادره جميله جدا ان هو قال انا مستعد التقي بالالتراس. هل الالتراس اهم من شباب الثوره او اهم من السياسيين او ذوي الافكار سواء شيوعيه او اشتراكيه او ليبراليه او كلام من ده؟ التراس كوره والله قعدت في طرف وهي فعلا لو كان حصل لقاء مع شباب الثوره بدل ما هم موجودين في السجون دلوقتي كان قعدوا مع الرئيس دلوقتي كان هيبقى في منتهى الجمال. اللي موجودين في السجون اللي تعمدوا انهم يكسروا القانون. احنا بندور على فرصة لتلاقي المصريين في الخارج، ولما يلتقوا مع بعض بيكون حاجة جميلة لان هم بيبتدوا يعرفوا ازاي ممكن يتعاونوا مع بعض وممكن الحكاية دي تصب في مصلحة مصر. فهو كانت فرصة جميلة ان الناس اجتمعوا النهاردة في الحفلة الحلوة دي وتكونت صداقات كثيرة، وفي ناس كثيرة كان ليهم بيفكروا ازاي ممكن ان هم يعملوا تنمية هناك في مصر ويساعدوا ازاي يعملوا حاجات مشاريع جديدة وكلام من ده. فعموما الزيارة بتاعت الرئيس تعتبر حاجة إيجابية للمصريين اللي قاعدين. ممكن يكون في مننا ناس معارضين لحاجات، في ناس مؤيدين 100%، في ناس معارضين في حاجات ومؤيدين في حاجات، لكن في النهاية إلا إن هي تصب في إن الناس يتقابلوا على شرف مصر ومصلحة مصر والحب مصر. وفي نفس الوقت الرئيس ده هو رئيس المؤسسة الرئاسية في مصر اللي هي أعلى مؤسسة. فكل حاجة كويسة هنا في الموضوع ده. ويعني خلافاتنا في مصر مش ممكن ان احنا نطلعها هنا في الخارج. كل واحد بيطلع بره مصر مفترض ان هو بيحترم رئيس الدولة اللي هو جاي منها، وبعد كده لما يرجعوا مصر يرجعوا يتخانقوا زي ما هم عايزين.